السلام عليكم. وحشني كتير جدًا. ركّز معايا في الموضوع ده عشان الموضوع ده هيفرق معاك جدًا الفترة الجاية. ما تستغربش طبعًا من الlocation وخلّينا نبدأ وندخل في الموضوع على طول. أهم حاجة تستفيد بالأول. ركّز معايا في ال3 آيات دول. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وفي سورة يوسف إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وبرضه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كلنا عارفين قصة سيدنا عمر رضي الله عنه إن لما كان بيسلك طريق كان الشيطان بيسلك طريق غير اللي هو كان بيمشي فيه. طب ليه الشيطان بيعمل كده؟ وليه الشيطان خايف من سيدنا عمر؟ يعني الشيطان بيروح لأي حد على الكوكب كله ويأمره بالسوء، لكن ليه سيدنا عمر خصوصا اللي ما كانش بيعرف يجي جنبه؟ لأن احنا كلنا عارفين سيدنا عمر كان غليظ على نفسه، كان لما نفسه تقول له اعمل الغلط كان أحيانًا ممكن يعني يعمل حركات غريبة ويعمل حاجات غريبة ينهي نفسه بيها، فكان غليظ على نفسه، كان كل ما نفسه تأمره بحاجة غلط كان بيسلك طريق غير اللي نفسه بتأمره بيها، وكان قوي وقادر يحكم نفسه. فبالضبط ده اللي إحنا مش واعيين بيه في الوقت اللي إحنا فيه. نفسك بتأمرك بشهوة فبتطلع تجري وراها، نفسك بتأمرك بإنك دلوقتي تدخل تلعب بلاي ستيشن وتضيّع وقتك، بتدخل تجري وراها. بل وأحيانًا نَفْسك بتأمرك إنك تدخل تتعلم إزاي تخطط وإزاي تذاكر وإزاي تبذل مجهود، وتيجي في الآخر كل ده تأمرك بعكسه. فسبحان الله تلاقي الواحد متعلم، وتلاقي الواحد عنده خبرة ومجتهد وعنده حاجات كتير جدًا ومميزات كتير، لكن بييجي في وقت الجد ما بيعرفش يسيطر على نَفْسه. فجهاد النَفْس مش الجهاد بس في الحرب، بل الجهاد في الأعمال اليومية اللي أنت بتعملها. لازمًا تجاهد نَفْسك وأنت بتذاكر، بمعنى أنت دلوقتي كسلت، الكسل ده طبيعي جدًا، بيحصل لأي حد، بس لازم تتعامل مع الكسل ده إنه ما يعطّلكش. يعني عايز أقول لك أنا جدي ربنا يدّي له الصحة عنده حاجة وما شاء الله و60 سنة دلوقتي، وبينام حوالي في اليوم 4 ساعات متقطعين، وبيعمل مجهود أكتر مني وأكتر من والدي وأكتر من معظم الشباب اللي موجودين دلوقتي. جدتي نفس الكلام، جدتي دلوقتي ما شاء الله عندها برضه حاجة و50 سنة في أواخر الخمسينات، وما شاء الله علّمت نفسها قراءة القرآن عن طريق الممارسة، وعن طريق شوية حاجات وتفاصيل كده إحنا نفسنا ما كناش واخدين بالنا منها. فالسر في المجاهدة. كان ممكن الشيطان يدخل عليهم، أنتم ليه بتعملوا مجهود، أنتم المفروض تستريحوا بقى خلاص إنكم تصلّوا بس. بس الجهاد بتاع النفس ده بيدّيك ثواب عظيم جدًا، وكمان بيعلّي من درجاتك في الجنة، إن أنت دلوقتي يعني مش مكسل، أنت بتسعى وبتمشي في الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه. وكان الشيخ حازم شومان برضه بيقول حاجة كويسة جدًا، كان بيقول لك إنك تعمل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده قلبك يتملي بالإيمان وحياتك تتملي بالتوفيق، مش بتستنى إن يكون عندك إيمان الأول وبعد كده تبدأ أو تعمل أو تجتهد في الحاجة. ما تخلّيش الشيطان يضحك عليك ويقول لك أنت دلوقتي لازمًا تصلّي الأول ولازمًا تجتهد في العبادات الأول علشان تبدأ تطلب العلم أو علشان تبدأ تذاكر. لأ، ذاكر وانوي النية لربنا سبحانه وتعالى إنك تطلب العلم، وإن الملائكة بتحُفّك وأنت بتطلب العلم علشان ربنا يوفّقك، وبعد كده الهداية تكون معاك أكبر وأعلى. في الآخر عايز أقول لك جهاد النفس مع كل المميزات اللي عندك هي رقم 1. كل ما كنت غليظ على نفسك وقادر تتكلم مع نفسك وتهذّب نفسك، كل ما أصبحت أكتر نجاحًا في الحاجة اللي بتعملها. فخلّيك زي سيدنا عمر واتعلم من سيدنا عمر واتعلم من كل الصحابة اللي كانوا حريصين على تهذيب أنفسهم، وده اللي خلّاهم سبحان الله وصلوا لدرجات كبيرة جدًا ودرجات عالية في الجنة. ودلوقتي إحنا بنجهّز طبعًا الlocation الجديد، بس لسه ما خلصناش فيه حاجة، هو مش باين دلوقتي، بس هيكون حاجة كويسة جدًا هنقدر ندخل فيها قريب إن شاء الله أو نتصوّر فيها قريب. خلّينا نتفرّج مع المنظر ده ونشوفكم في الفيديو الجاي. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون